تعالوا نعمل مع بعض مشروبات رمضان او عصاير رمضان باسهل طريقة في البيت، ومش هياخد معانا وقت ان شاء الله. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنعمل كركديه، وهنعمل او الكركديه على حسب النطق اللي بنقوله. وهنعمل كمان التمر، وهنعمل السوبيا باسهل طريقة ان شاء الله. لو الكركديه معاكي مش حاسه ان هو نضيف ومش مكان موثوق فيه، ان انت يعني شايفه ان الكركديه محتاج ان هو يتغسل، بتغسليه عادي جدا وبتبداي تصفيه. بس حاولي ما تحطوش ميه كتير علشان ما ينزلش الطعم بتاعه، وتنشفيه في الفرن عادي. وتبداي تفرميه في الكبه بتاعه الخلاط لحد ما يبقى بودره معاكي. وبعدين بنبدا نحط نص كيلو من السكر على الكميه اللي انا عاملاها، لان انا عامله كميه مش كتير بصراحه. بعمل يعني اول باول، ما بحبش اعمل كميه كبيره واسيبها معايا. وبعدين بنزل بالكركديه، الموضوع سهل جدا وبسيط. وبنزل بالكركديه اللي احنا فرمناه في الكبه على السكر دوت، بنبدأ نقلبه. وبعد كده بنحط له نص كوباية من المية السخنة عشان نبدأ نطلع روايح الكركديه على قد ما نقدر منه. بعد كده هنبدأ نعبيهم في برطمانات عادي خالص، ونحطهم في ظرفة التلاجة او في ظرفة الدولاب عادي بتاع المطبخ. لان احنا كمان في الشتاء، فما تخافيش عليه. وبعدين انا عامله كميه، حاولي تعملي مثلا كميات تكفيكي 10 ايام بس، وبعد كده تعملي تاني بيبقى احسن وطعمه بيبقى احلى. اختي كانت بتساعدني في التصوير فكملت معاكو الكركري. كده خلاص خلصنا. الموضوع سهل جدا. في ناس بتزود له ملح ليمون، بس انا بكتفي بالمزازه بتاعت الكركري نفسه. بيبقى سبحان الله مزز وطعمه بيبقى حلو، على حسب برضو المكان اللي انت جايبه منه الكركري. بتبدأي تاخدي منه على طول وتحطيه في المية. يستحسن ما تكونش مية ساقعة، تكون مية فترة او دافية كمان. وتبدأي تحطيه في التلاجة يسقع علشان يديكي الطعم القوي. هنا كنا هنعمل التمر اللي اطفالنا كله بيحبوه، بيجيبوه من بره. احنا نعمله في البيت، بنروح عند العطار نجيب مجموعة تمر، تمر هندي او تمر الاسمر. وبنحط عليه، بيبقى عبارة عن 3 حاجات. بيبقى ملح ليمون، ومعاه كمان لون طعام. لون طعام دوت صالح للأكل، بس يستحسن ان احنا منزودش فيه. احنا بس ايه، تفاريح بس اول 10 ايام كده في رمضان. وبعد كده طبعا ما نعملش التمر ده تاني لانه هو مش صحي على اطفالنا. وكمان بقى بيجي معاه قصنص التمر اللي انا اللذيذة الصغيرة دي. بتبقى المجموعة كلها ب35 جنيه، مبتبقاش غالية. بس طبعا لو جبناه من بره بيبقى اغلى من كده بكتير، فاحنا لا، هنعمله في البيت لاطفالنا. وكمان اضمن احنا نعرف نحط الكميات اللي احنا عايزين نحطها. يعني احنا منحطش الوان كتير، منحطش ملح لون ملح طعم كتير. نحاول على قد ما نقدر يعني ايه نلم الموضوع شويه. وبعد كده خلاص برضو زي ما وريتكم كده، كوبايه ميه ساقعه وبتحط عليها المعلقه بيكون جاهز. هنبدأ نحضر الصوبيا. برضو الصوبيا مكوناتها بسيطة جدا، عبارة عن كوباية من الجوز هند. هنا كان معايا جوز هند اصلا ناعم، بس انا كنت عايزة انعمه اكتر من كده. بعد كده بنبدأ نفرمه في اي كبة بقى، سواء كبة الخلاط سواء كبة الهاند بلندر براحتك. ونبدأ نفرمه ناعم قوي. وبعدين هننزل فيهم في بولة، نحطهم في بولة زي انتم شايفين كده. عايزين تنخلوها انخلوها، بس انا كان خلاص اتفرم معايا كويس قوي. وبعد كده هننزل عليهم نص كوبايه من اللبن البودره. حاولوا تخليها كوبايه لو مش هتعملوه بلبن خام. وحطيت عليه كوبايه من السكر البودره، وكوبايه ايه الا ربع كريم شانتيه. عليهم معلقتين من بودره الايس كريم. بودرة الايس كريم اللي هو الفانيليا، برضو ده طعم حلو قوي، بيغير طعم بتديكي طعم وتست عالي قوي للسوبيا. والموضوع سهل خالص، وتبدأي تعبيها في برطمانات. دي بقى ممكن تعملي منها كميات كبيرة قوي عادي. بتبقى حلوة بصراحة، يعني مهما الأطفال يشربوا منها عادي مش مشكلة. ما حاجة صحية، فيها لبن بودرة وفيها جوز هند وفيها كريمة وفيها بودرة ايس كريم، فالموضوع يعني حلو ومش وحش. وكمان هنضربها باللبن. حاولي على قد ما تقدري ان انت تكون اللبن بتاعك ساقع، تديكي قوام احلى، ويكون يديكي قوام كده سميك وحلو. كده كنا خلصنا خلاص. وربي يعجبكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشكرك جدا على المتابعة. السلام عليكم.